وأخيرا بفضل الله اتخلصت من أكتر من 70% من التصبغات اللي كانت مأزماني سنين طويلة. النهاردة هحكي لكم عن تجربتي ل7 شهور مع يوسرين سيروم اللي بعتبره أفضل علاج للتصبغات جربته حتى الآن، لأنه قدر يحقق المعادلة الصعبة إنه يكون فعال فعلا وفي نفس الوقت آمن من غير مشاكل، لا تحسس ولا حبوب ولا التهابات. إمتى شفت منه نتيجة؟ ليه هوقفه دلوقتي؟ والغلطة الكبيرة اللي وقعت فيها ومحتاجة تاخدي بالك منها، وأهم حاجة إزاي نحافظ على النتيجة اللي وصلنا لها وتصبغات ما ترجعش تاني أبدا، روتيني معاه ومنتجات أرخص تقدري تكملي بيها، وتجربتي مع باقي المجموعة بتاعته وهل لازم نشتريها. النهاردة الفيديو دسم جدا ويا رب أقدر أساعد بيه أي بنت التصبغات والكلف والبقع القديمة عاملة لها مشكلة في حياتها ومأزماها زيي. ويلا بينا نبدأ. الموضوع بدأ معايا بكلف قديم في رقبتي من أيام الحمل، زاد قوي وقتها من 3 سنين وما راحش تاني. بدأت أستخدم يوسرين يوميا بالليل واتفاجئت إن بعد شهر ونص بالظبط لون الكلف بدأ يبقى أفتح، ومع الانتظام 3 شهور النتيجة كانت عظيمة. فطبعا كان لازم أدخله في روتين البشرة. أنا عندي تصبغات وراثية، دخلته بالتدريج. أول استخدامين 3 بس كان بيحرقني حاجة بسيطة، بعد كده خلاص وبستخدم بعده مرطب. أنصحك جدا تاخدي صورة قبل استخدامه أول كل شهر في نفس المكان ونفس الإضاءة واللبس. أوقات مش بناخد بالنا والصور هي اللي بتخلينا نحط ايدنا على الفرق الحقيقي. السيرم قوامه خفيف جدا والبشرة بتشربه في ثواني وبسهولة ومناسب لكل أنواع البشرة حتى الحساسة. أول شهر شفت نتيجة تفتيح عام في لون البشرة واستمرار الشمس، عارفين خط الطرحة دوت يبقى موجود، اختفى خالص بعد أول شهر. بس ممكن يكون فيه كريمات تفتيح كتير بتعمل كده، لكن المميز بقى إن الشهر التاني في آخره البقع البني بدأ لونها يفتح. واللي فرحني جدا إن مع الاستخدام المنتظم ومع آخر الشهر التالت النمش اللي بقاله سنين كان موجود قل جدا وبصورة ملحوظة عن الأول. وبعد 4 شهور من الاستخدام المنتظم أماكن كاملة في وشي كان فيها بقع بني بقت صافية تماما. النتيجة كانت رائعة الحمد لله. وهنا جت الغلطة الكبيرة اللي محدش يقع فيها وخدوا بالكم منها. نزلت أجازة الصيف شهر ونص تقريبا ووقفته فجأة، رغم إني كنت بستخدم واقي شمس، إلا إن البقع البني بدأت تظهر ولونها يبقى واضح تاني. وهنا اتعلمت الدرس وطلعت بحاجتين في علاج التصبغات عامة في حياتي. أولا ما ينفعش استخدم سيرم وأوقفه فجأة، لازم بالتدريج. ثانيا إن لازم يكون في روتيني مادة فعالة تحافظ على النتيجة اللي وصلت لها، زي الألف أربيوتين أو ترانزيميك أسيد أو جلوتاثيون، بالذات لو انت زيي والتصبغات عندك لها عامل وراثي مش مجرد آثار حبوب. فبشرتنا بتميل بطبيعتها إنها تصنع تصبغات تاني بسهولة، زي ما في بشرة معرضة للحبوب احنا بشرتنا معرضة للتصبغات بسهولة. بس خلوني اطمنكم ان تصبغات المره دي ما رجعتش زي الاول خالص، والاحلى كمان ان لما رجعت للسيرم تاني بعد الاجازه ما خدش وقت طويل الحمد لله. هو كان شهر واحد وشفت نفس النتيجه اللي كنت وصلت لها قبل الاجازه. بس معلش خلونا نقف هنا شويه، لان انا النقطه ديت خدت فيها وقت كبير قوي قبل كده وسنين طويله كنت باجي عندها واقول لا خلاص مفيش امل، ويجيلي احباط وخلاص اسيب اي حاجه واحكم عليها ان هي مش كويسه وان هي كده مفيش نتيجه والتصبغات هفضل عايشه بيها. ولكن كنت محتاجة أفهم ليه ده بيحصل. يوسرين بيعتمد على مادة الثياميدول واخدين عليها براءة اختراع، ودي بتوقف الإنزيم المسؤول عن صبغة الميلانين. احنا أصلا الناس اللي بنعاني من تصبغات بيكون عندها نشاط الإنزيم ده أعلى من الناس العادية بالذات في أماكن معينة. فالمادة دي بتروح للإنزيم المسؤول عن إنتاج صبغة الميلانين في بشرتنا وتقول له هدي اللعب شوية، ما تطلعش صبغة زيادة. فالميلانين لما يقل التصبغات تبدأ تفتح وتروح. فلما نوقف السيرم الفرامل اللي كانت موقفة الإنزيم ده هتبدأ تفك حبة حبة ويرجع الإنزيم يشتغل براحته تاني والتصبغات ترجع تاني. وعشان كده يا بنات لازم نختار مادة فعالة تانية تفضل مفرملة نشاط الإنزيم ده عشان نحافظ على تعبنا وعلى النتيجة اللي وصلنا لها، والبقع والتصبغات ما ترجعش تاني أبدا. زي فيتامين سي أو الألفا أربيوتين أو الكوجيك أسيد، كل دي مواد بتشتغل بنفس فكرة الثياميدول اللي في يوسرين. دي الفرامل اللي هتكمل معاك المشوار عشان تحافظ على النتيجة اللي وصلت لها. وبعد 6 شهور من الاستخدام المنتظم ليوسرين الحمد لله التسبغات العنيدة وحتى الميلازمة راحت بنسبة 80%. وده ما كانش الحقيقة يوسرين لوحده، هو طبعا الأساس والبطل،
بس اتعلمت معاه روتين والتزمت بيه فترة. والله يا بنات نزلت اجازة مصر بقوا يقولوا لي انت وشك نور زي ما يكون فلتر، بشرتك اتغيرت خالص. فتعالى اقول لكم ازاي. وسيبك الوقت من اسم منتج معين، اهم حاجة تركزي في المادة الفعالة وتركيزها يكون كافي وكويس عشان تمنعي وتعالجي التصبغات للأبد. مهم قوي تشتغلي على 3 حاجات. أول حاجة تقليل تصنيع الميلانين، وده اتكلمنا عنه خلاص، واتكلمنا عن المواد الفعالة اللي بتفرمل إنزيم التصبغ. تاني حاجة إن نمنع انتقاله بين الخلايا، والبطل هنا النياسيناميد وكمان الترانكزاميك أسيد. وتالت حاجة التصبغات اللي اتكونت خلاص وموجودة على سطح البشرة، دي محتاجة تقشير وتجديد، ودي وظيفة الريتينول أو فيتامين أ ومشتقاته بشكل عام، وكمان مقشرات أحماض الفواكه ال AHA وال BHA. عشان كده دايما نسمع تصبغات يبقى جلايكوليك أسيد. اختاري براحتك بقى المنتجات المناسبة ليكي، بس أهم حاجة تأكدي إن المواد الفعالة اللي في روتينك مش بتعمل حاجة واحدة بس، يفضل تكون بتعمل وظيفتين أو التلاتة مع بعض لو انت مستعجلة على النتيجة. احنا كده خلاص حصرنا التصبغات من كل ناحية. فأنا كان روتيني ل7 شهور كالآتي: كل يوم الصبح فيتامين سي وأساسي بعده واقي شمس، وأوقات كنت بستخدم سيرم النايسناميد وبرده بعده واقي شمس، وبالليل 4 أيام ثابتين يوسرين، يومين تقشير أو ريتينول، ويوم راحة بحطش فيه ولا بستخدم فيه أي حاجة بس مرطب وبنام. شفت نتيجة حلوة قوي لما استخدمت الجلايكوليك أسيد مرتين في الأسبوع، وبعده سيكا كريم، و4 أيام يوسرين زي ما اتفقنا. بس خدوا بالكم تكون البشرة متعودة على الأحماض، وتدخلوهم بالتدريج وبحرص جدا عشان ما تأذوش حاجز البشرة. أنا بقالي سنين بعالج التصبغات وعمري ما شفت ولا وصلت لنتيجة زي المرة دي بفضل الله، وكله بسبب الروتين ده والالتزام والصبر. هسيب لكم أمثلة لمنتجات مصري كويسة جدا وسعرها معقول تقدروا تعتمدوا عليها. وعشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم هنكمل المرة الجاية ليه وقفته، ورأيي وتجربتي مع باقي المجموعة من يوسيرين أنتي بيجمنت. كده اتكلمنا عن مميزاته إنه فعال جدا ومن غير آثار جانبية حتى لو بشرتك حساسة. تقدروا تشوفوا الريفيوز الأجانب على اليوتيوب عنه مشجعة جدا. عيوبه طبعا سعره، بحاول أدور على العروض عشان أوصل لأفضل سعر، وإن لما نوقفه ممكن التصبغات ترجع مرة تانية، بس اتفقنا إنها مش هترجع زي الأول أبدا لو فهمنا الروتين اللي يضمن لنا نحافظ على النتيجة. استنوني في الجزء التاني، ويا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة.